تتحمل وزارة التربية ولو بجزء بسيط من إخفاق الطالب في امتحان مادة اللغة العربية، وذلك بسبب تصريحاتها الكثيرة والمتكررة بأن الأسئلة سوف تأتي من التمرينات ومن أسئلة نهاية الفصل اللي احنا بالنسبة لنا أسئلة المناقشة بالنسبة للأدب، والأسئلة على عكس ذلك تماما. لا أريد أن أقول أنه الأسئلة غير منهجية، لا، الأسئلة منهجية متوافقة مع المنهج، ولكن الكثير من الطلاب اعتمد على تصريحات وزارة التربية، وأولى أهمية كبرى إلى التمرينات وإلى المناقشة. على الأقل تجي 50% من المناقشة من التمرينات، هي جاءت من التمرينات بعض الأسئلة، ولكن المطلب يختلف عما موجود في التمرينات. استبشرنا خيرا بأسئلة التمهيدي نعم كانت من المناقشة وكانت من التمرينات، وأن الأسئلة سوف تكون هكذا، وإذا بالأسئلة كانت على عكس ذلك تماما. لا أريد أن أبرر لإخفاق الطالب يعني أنه أحمل المسؤولية، لا، الطالب أيضا يتحمل المسؤولية أنه ما قارئ أو كذا، ولكن الطالب حقيقة انخدع بتلك التصريحات، أو على الأقل بعض الطلاب. فأرجو من وزارة التربية أن على الأقل تخفف يدها في التصحيح، وأن لا تتكرر تلك الأخطاء في الدور الثاني.